ما دام قررت تدخل على الفيديو ده فانت قررت فعلا تتغير. بس انا هنا عندي سؤال ليك، هو انت فعلا دخلت على اليوتيوب عشان تتفرج على حاجه تفيدك، ولا انت كنت بتهرب من حاجه المفروض تعملها؟ لو حسيت ان الكلام اللي بقوله لك ده بيمسك كلام يعتبر اكنه عليك، فما تقلق، انت مش لوحدك في الكون اللي بيحصل معاك كده. والنهارده فعلا انا جاي اساعدك واخليك مركز اكتر واخليك في حاله احسن من التركيز. فاهم حاجه، لازم تتابع الفيديو للاخر عشان هفيدك، مش هقول لك اي كلام بقى من اللي انت سمعته قبل كده. يلا بينا على طول. زمان كانت دماغنا متبرمجه على انها تركز في حاجه واحده، زي مثلا بتصطاد، بتزرع، بتبني، حتى بتخبز. لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما. كل ثانيه على اي جهاز انت ماسكه يجي لك اشعار، فيديو جديد، ترند جديد، حاجه جديده، حاجه تروشك، حاجه تنبهك ان انا طلعت اهو، انا ظهرت، حاجه تعمل لك كده تشاور لك، تبعدك عن التركيز. وبالتالي لما الحاجات دي بتحصل بقينا عايشين في دوامه، ولان مخك مش عارف يشتغل 100% في حاجه واحده، فهو بيقسم نفسه على كذا حاجه. اظن دلوقتي انت عرفت ليه كل ما تيجي تذاكر تلاقي عفروتو او بابلو يجي في دماغك وانت بتذاكر. وطبعا عدم انجازك لاي شيء ده بيحسسك ان انت فاشل وعلى طول متاخر وعلى طول الناس سابقاك. بس السؤال هنا، هل انت ما ينفعش ترجع تركز تاني من جديد؟ وهل ما ينفعش تبرمج مخك على ايام زمان دي؟ احب اقول لك انه ينفع، وكمان في حل، والحل موجود في الفيديو ده، وحل قوي كمان، فكمل معايا للاخر. اولا، لو هتشتغل لازم تعمل مكان معين للشغل. طبعا تكون مهيئ المكان وحاطه في مود الشغل، يعني مثلا اضاءه مريحه، تليفون بره، مكان يكون هادي ما فيهوش اصوات ولا ضوضاء ولا الكلام ده. بس برضو الكلام ده مش كفايه. رقم 2 واللي هي لازم تجبر نفسك. دي قاعده دايما حطها في حياتك، كل حاجه بتفيدك وانت مش حاببها لازم تعملها. ولازم تفهم ان الحقنه قبل ما تعالجك فهي بتشكك، واي علاج او اي دواء انت بتاخده فانت بتدوق مرارته الاول بعد كده بيعالجك. نفس المبدا بتاع العسل حلو بس النحل بيقرص. طيب وبعد ما جبرت نفسي على الشغل وحطيت نفسي في اللي انا مش حابه، هفضل بقى طاحن نفسي طول اليوم شغل؟ هنا هقول لك لا طبعا. ساعتها انت هتشتغل بتقنيه البومودورو، ودي انا اتكلمت عليها قبل كده في فيديو مذاكره تقريبا. التقنيه دي انت بتشتغل فيها 25 دقيقه وتريح 5 دقائق، او تشتغل 45 دقيقه وتريح 10 دقائق. وفي الوقت اللي انت هترتاح فيه هتقوم تحرك رجلك، تقوم تشرب ميه، طبعا بره رمضان. يا جدعان بلاش غباوه بقى يا جدعان بقى. بس برضه فاضل كام حاجه عشان تعلي تركيزك. رقم 3 واللي هي لازم تريح عقلك. لازم يكون عقلك مرتاح وهادي عشان تركز. والسؤال هنا، انت ازاي اصلا هتعمل الكلام ده؟ اول حاجه ودي برضه انا اتكلمت عليها قبل كده، هتاخد نفس في 4 ثواني وتكتمه جواك 7 ثواني وتطلعه في 8 ثواني. تاخد نفس في 4 تكتمه في 7 تطلع في 8. ده تمرين مش بس هيساعدك انك تركز، ده كمان هيقلل من عندك مستوى التوتر. واذا عقلك سرح وانت بتشتغل، اذا عقلك سرح لازم ترجعه تاني، وساعتها برضه هترجعه بنفس التمرين، وتفكروا انت ليه قاعد القعده دي، وليه انت بتشتغل اصلا، وايه هدفك من البدايه. ولازم تسمع نفسك، ولو مش عايز تسمع نفسك مثلا لو حواليك ناس، اكتب الكلام ده، اكتب انا هدفي 1 2 3 وده اللي مصبرني ومقعدني. واخر حاجه خالص ودي اهم حاجه في الفيديو، انك تنفذ اللي بتسمعه مش بس تتفرج على الفيديو. ولازم تنوي الكلام ده جواك، وبعد ما تنوي لازم تدعي ربنا انه يوفقك. ونصيحه اخيره، احنا في رمضان الدعوات فيه بتكون مستجابه. ادعي بالحاجه اللي جواك، ادعي بالحاجه اللي نفسك تحصل لك، ادعي بالحياه اللي انت تتمناها وفكر فيها دايما. واخر حاجه خالص، انا عايز اشكر كل واحد قاعد لحد اخر الفيديو، وعايز اقول لك انت شخص مختلف، لان معظم الناس مشوا تقريبا بعد الدقيقه الاولى. وقعدك ده دليل على ان انت فعلا عايز تتغير وعايز تبقى احسن. وان شاء الله بعد الفيديو ده وبعد ما تدعي وبعد ما تنفذ الحاجات اللي قلت لك عليها ان شاء الله هتتغير، وان شاء الله هترجع لي تاني بعد فتره هتقول لي انا نفذت الحاجات اللي انت قلت لي عليها واتغيرت الحمد لله. وبشكر برضو كل الناس اللي بتسيب لي اي تعليق حلو او حتى بتسيب لي انتقاد مثلا معين على الفيديو. انا بشكركم برضو جدا، لان انتوا بتساعدوني جدا ان انا احسن المحتوى وتقولوا لي ازاي اطلع نتيجه افضل. بس كده يا سيدي، ده كان عندي اقول لك النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد. لو عندك اي سؤال او عندك اي مشكله هسيب لك تحت لينك الانستجرام، خش عندي على الدي ام ابعت لي سؤالك او ابعت لي رسالتك، قول لي حل لي المشكله او رد على رسالتك، احل لك مشكلتك يا اما في رساله يا اما في فيديو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.